ناس كديرين بخير، لاباس عليكم؟ صحيحه؟ نتمنىكم تكونوا هانيين فرحانين سعدانين شطانين ومشطانين. المهم مشطانين راه ما كاين نقول مشطاي شعرك. نتوما بخير لاباس عليكم؟ الناس كيسولوا فيكم نقول لهم انا بخير وعلى خير. نتمنىكم نتوما تكونوا هانيين بخير وعلى خير. الحمد لله. كي درتو مع شي برد؟ ايوا الحمد لله اختي، الحمد لله. كنسولوا نجاوبوا بوحدي. ياك نتوما مزيانين؟ حتى انا مزيانه الحمد لله، دائما الحمد لله الحمد لله الحمد لله. كتحمدي الله ربي كيجازيك على ديك الحمد لله. يا اختي انا الطاقه السلبيه راه مابقاش عندي معها والله القسم. قلت لهم 2025 ان شاء الله الله يدخلها الصحه والسلامه، الواحد يبدل اختي شويه، يبدل الكاركتير ديالو، الشكوى والبكا والشكاوى. انا شوفوا انا كنعلمكم، اي وحده كتعرفني، اي شخص كيعرفني تشوفني ما تبقاش تبكي وتشكي، تشوفيني ما تبقايش تبكي وتشكي. فهمتي يا اختي؟ بقايش كتشوفيني قولي الحمد لله البشاشه، ضحكي بيني دراسه العقل باش ربي يزيدنا في الخير انا وياك. ما تشوفينيش وتعبسي الكرا الماء والضو ولدي بنتي راجلي طاطا انا عندي بحالهم في الدار. صافي البنات، ايوا انا ضحكه معكم، ولكن حتى هذا ميساج والله بعدهم الطاقه السلبيه والله القسم انت كتحبط. شوفيها شي اغنيه، كنتي دايره شي اغنيه شي ديسك زعما شي اغنيه وحده تقولي ديري القران، اختي كندير القران كلشي داكشي. المهم انا خلينا في الجانب اللي غنهضر لك عليه انا، الشكل ديالي انا وكيفاش انا الباب ويمشي ليا كلشي. المهم اختي قلت لكم دابا مثلا كديري شي اغنيه كديريها حزينه كتمشي مع داك المود ديال الحزن، ملي كديرها ناشطه كتمشي مع داك المود ديال النشاط. وكاك بنادم تلاقي مع الطاقه السلبيه كتحسي براسك تقايلي شي مشاكل وانت عندك، تلاقي مع شي وحده عندها الطاقه ايجابيه كتحسي براسك انت نوضاتك من القلب. واخا تكوني انت مكتئبه ما تعوديش حتى هي كتنوض فيك ديك الطاقه الايجابيه. المهم اختي النصائح دكتوره نصائح. المهم غنبارطاجي معكم واحد الوصفه واعره. هنا كتشوفوا فيا الشيب ولا فيا بزاف، راه التليفون ما غيبينوش. هذه عطاتها لي واحد صاحبتي وجارتي، غادي نجربها ونرد عليكم. هذه ما عرفتش مين شاريها، طاليان امريكان العطار ما عرفتش شكون. المهم عطاتني باكيه شي مغدا على الكحل على الشيب. قلت لكم وقيلا هي ما كيعجبهاش دير الكحل. انا غادي نغطي غير هاد لي غاسين ها هنايا وغادي نرد عليكم واش زوينه ولا خايبه. ها هي المهم راه غتكون هذه شبه طبيعيه، حناء لصبغ الشعر. حناء لصبغ الشعر هي هذيك تغطيه الشيب. ملي كتشوفوا في شي فيديو تغطيه كامله للشيب ما عاودش يرجع، هذاك غير واحد العنوان باش ياتيريك باش تدخلي. الشيب ما كيتحيدش، الشيب ما كيتحيدش كيتغطى وكيرجع عاوتاني ويقدر يرجع اكثر. باش نتفاهموا، الشيب كيكون من ضغط نفسي، من مواد كناكلوها ناقصه عندنا لداخل، من النحاس ولا الزنك ولا سميتو. من النحاس الزنك ماده الميلانين ما كتبقاش توزع بشكل منتظم، ما بقاش كتنتج كيف ما من يلا كنكونوا صغار. المهم انا باقا سنين الحليب ديما تنقول نفس الكومونتير. ملي غنديرها غادي نرد عليكم، ماشي دو موضوعنا اليوم. غنبارطاجي معكم واحد الوصفه اللي تبيض اليدين. يدي راه حالتهم. دابا ملي غادي نسالي معكم غندير واحد الغوماج، غندير واحد الماسك وغنطلي شعري بهادي وغادي نغسله وغندير السيدر. عاد غادي نغسل ان شاء الله شعري، بغيت نتهلا شويه في راسي تبيض وغنحيد هذا بوعو. واحد البنت قالت اختي كندير الفيرني وكنتصور بالفيديو كنحيدو كنصلي نهاري. بعض المرات شي شروحات ما كاين لاش تقولي. المهم ديما دايره الفيرني اختي صافي. غادي نوريكم واحد الوصفه لتبييض اليدين. كنحتاجو فيها، غتقول لي كتخربقي ولا شي حاجه، شوفوا سمعوني مزيان وديروا هاد الوصفه ما تندموش عليها. ضروري كتجي شي مكالمه غتاخدي الفحم. الناس اللي كنقول لهم الفاخر كيسحب لي الناس كلهم مغاربه. الفحم كيقولوا لي الفاخر اشنا هو الفحم، هو اللي كنشوي به. انت غادي تاخدي واحد جوج فاخرات يكونوا كبار وغادي دوزيهم تفرشيهم ودوزيهم في المولينكس وتنيلهم مزيان. انا خديت شويه هنا باش ندير معكم الوصفه. هانتوما الفحم هو هذا الفحم اللي كنشوي به. اي نوع الفحم خوديه طحنيه مزيان، هذا راه ما منياش مزيان حكيتو. هاد تاخدي الفحم هو هذا الفاخر اختي اللي كنشوي به، واحد الطريف معلقه قولي صغيره. وناخذ واحد المعلقه ديال الخميره حبيبات. هاد الوصفه اللي غادي نوريكم ممكن تبيضي بها يديك، ممكن تبيضي بها تحت الابطين، اي بلاصه في الجسم عندك لداخل السمراء غتبيضيها. وتبيض من الاستعمال الثاني الثالث غتلاحظي الفرق. اقسم بالله العلي العظيم جربيها وردي عليا. الفحم والخميره حبيبات حتى هي معلقه صغيره. ونحتاجو مكونات ساهلين. النشا، نشا الذره، اي نوع ديال النشا ديال الله خديتها بغيتها كنستعملها بزاف. هذه كناخذها كندير بها غير الوصفات. اما اللي كنديروا بها التحليه ولا في حلوه ولا شي حاجه عندي وحده اخرى كتسخاش عليا زوينه جاينا من برا. واحد البنت ثاني قالت لي وين راك في المباشر كتحيدي ديري بسنانك تيقرا مسطير تهضر فيديو مباشر.
واخا ندير بسناني راه كاين المقص صافي بارك من النوضه اسناني اللي توعجوا ماشي نتي لطيف. ومعلقه ديال النشا، كثرت شويه نشا، معلقه صغيره. ديري نفس المكونات، ديري نفس الكميه من المكونات الا الفحم نقصي شي شويه. انا ما عنديش حامضه غادي نعوض بالخل، وانت الا كان عندك الحامض القارص عصير حامضه خدي نص وعصريه ولا وحده وخلطي مزيان حتى يعطيك واحد الخليط كريمي. وشدي هذيك النص حامضه هي اللي غتغطيها وهي اللي غتخدمي بها يديك ولا اي بلاصه بغيتي عندك كحله. ما قلتش لك الوجه، العنق ممكن ديريها لعنقك، الوجه ما قلتش لك ديريها لي حد هنا وانت نازله ممكن ديريها. غادي نخلط هنايا بالخل معلقه بلاتي، حيت انا والله الا نايضه ندوش ندير بزاف د الحوايج باش نجي نبارطاجيها معكم. زوينه الوصفه هانتوما. خلطت كلشي. المهم راك شتو المكونات. كنحتاجو الفحم معلقه صغيره، وكنحتاجو معلقه صغيره ديال الخميره حبيبات ولا معلقه كبيره عينك ميزانك شوفي انت فين غديريها يطيح لي هادشي. الخميره حبيبات ومعلقه ديال النشا الذره، زهره الذره. وكنخلطهم يا اما بهذا الخل ولا بالعصير ديال الحامضه. من الاحسن يكون عصير ديال الحامضه احسن، حيت انت غتشدي داك النص ديال الحامضه ولا غتبقاي تفركي به. زوينه هاد الخلطه خطيره واعره. ديريها ليديك وردي عليا. البنات اللي كيقول لي شنو يدك بيضين وريني شحال نديرو ليدك، هما يدي راه في الحقيقه خليقه، ولكن انا ملي كنت صغيره كنت فريقه وكحيله وحالتي تشفي. عاد شفت الفيديو راه كيشطح حتى هو. شكرا الناس اللي كيقول لي عفويه وكتعجبنا هضرتك ونبغي نبقاي غير بحال هكاك تهضري معنا. انا بحال هكا اختي ديني حتى الحريه تحطيني نبقى هي انا. الله يخلينا في صباغتنا. شتي علاش قلت لكم الحامضه احسن؟ هادشي تيتعلك مع النشا والخميره. هانتوما غادي نمعكم مزيان نرجع لكم. هانتوما البنات ولا معلك. هادشي كيبغي شويه الخام ماشي شي خاطر. راه كتصايبي كواريت الحوت صعب منه. فين يبان فين تبان هاد الخلطه قدام كواريت الحوت. المهم التريكو راه كله مطاشي فيه لاصوص بلونش فيه الخرقوم عرق غيتزاد عليه الفاخر والخميره. هانتوما اليدين كيجيب على هاد الشكل. ديري لهم بحال هكا اختي. اي بلاصه عندك فيها السواد ديريها ليه وتفكرين ديري هنا اللور ديال عنقك تحت الابطين بين الفخذين الركابين الرجلين. هاد الخلطه ممكن ديريها حتى لرجليك كلهم وتبقاي تفركي فيهم. ديري بحال هكا. الفخر كيبيض مبيض خطير. وحتى نقول لكم واحد الحاجه، البلايص اللي بغيتو تبيضهم مثلا تحت الابطين بين الفخذين مثلا الصيقان بغيتي دير كينوض لك حتى البلايص اللي كينوض لك فيهم الشعر بسرعه. اش غادي ديري ملي ديري الحلاوه ولا العصير ولا طريقتك في ازاله الشعر الزائد غادي ديري هذا من وراه فهمتي. وإلا بغيتي تزيدي احسن وما بقاش ينوض لك مثلا كينوض لك داك الشعر في 15 يوم ينوض على شهر على 25 يوم بحال هكا يتعطل شويه. زيدي واحد شويه الشبه مطحونه مع هذا الخليط وتفكريني. شوفوا كنعطيكم هذوك الوصفات اللي غادي تستافدي منها ماشي غير مثلا وجهك ولا بزاف د الحوايج. مثلا تقدري ديري شعرك وجهك هذه بحال هكا. هادشي اش كنعطيكم ماشي غندير هاد الوصفه ونعاود ندير عاوتاني فيديو اخر نقول لك يا الشبه والفخر ثاني تقدري ديريهم. لا هادي وزيدي فيها الشبه وحتى ممكن من دابا تزيدي فيها الشبه وديريها. دوك البلايص اصلا كيتجبدوا وفي نفس الوقت ما كتجبد حتى اليدين والخميره راه كتنفخ اليدين بعدا ما يبقاوش عندك العروقه ماشي مستعمل الاول ماشي عمليه تجميل ديال ماسك ب 3 دراهم مع العروقه غادي تنفخ وتبيض لك وتجبد لك اليدين. مع ان انا ما عنديش مشكل واخا كنت ماشي ضروري خصو يكون. المهم وديري الشبه وتفكريني حتى هي ما تخليش لك هذاك الشعر الزائد. بغيت ندير لكم وصفه ديال لازاله الشعر الزائد التخلص من الشعر الزائد الى الابد نهائيا لا. المهم هذه الوصفه اللي درت معكم دابا ديريها وردي عليا. لونه واعر خرج غريسوري نهار شي كات فهاد غريسوري مشيت بعيد والله يجيب الرزق علاش لا. اللي صايقين راه ولا 9 شهور حتى حنا مولودين على 9 شهور الزهر اختي الزهر يا والله يجيك التيسير. المهم البنات هاد الخلطه ولا هاد الدلكه ولا هادي اللي ما عرفتش تسميها نتيا ديريها لايدك ديريها لعنقك ديريها تحت الابطين بين الفخذين ديريها لركابك ديريها للساقين ديريها لرجليك اي بلاصه بغيتي الا الوجه. بغيتي عندك الشعر الزائد زيدي فيها معلقه ديال الشبه تكون منيله ومطحونه تولي بحال البودره ديال النشا الذره صافي وديريها بحال دابا تبقاي بحال هكا
غتخليها تقريبا شي 5 دقائق ولا 10 دقائق حتى تبان لك نشفات، غتمشي تغسليها عادي وردي عليه الخبار. عندك تحت الابطين والبلايص اللي قلت لك 3 المرات صوري، انا مقلدك صوري ديك البلاصه 3 المرات، المره الاولى قبله، وصوري في المره الثانيه الثالثه بحال هكا، الاولى الثانيه الثالثه، وردي عليا واش الثالثه بحال الاولى، بحال ما بحال زعما قبله، فهمتي، قبله وبعده، وردي عليا واعره. المكونات كلهم طبيعيين، ديري وردي عليا. شي دابا الا كانت عندك نص حامضه غادي تغطسيها نيت في هذا الخليط وغتبقى هي اللي كديري بها حركات دائريه. هادشي اللي كاين البنات، هذه هي الوصفه، نتمنى تعجبكم. وغنبقى دابا معاك على وعدي وسعدي طليت الدنيا، ونغسل يدي ونكمل هادشي الصباغه في فيديو اخر، نكون انا دايره شي فيديو ونفكر شعري وغتشوفوا كيفاش خرج ليا اللون. صافي البنات، باي باي.